السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في دقيقة واحدة هنعمل كبدة الفول السوداني في البيت، هتنفعنا جدا في سندوتشات اللانش بوكس وكتير من الحلويات الصحية. كوباية واحدة بس من الفول السوداني المتقشر هدخلها الميكروويف. طبعا انا الفول بتاعي متحمص وجاي من المحمصة لسه طازة، يدوب قشرت من عليه القشرة الحمرا دي، وبعدين كبيته في الكوب في الطبق كده زي ما شفتوا. يعني سخنته جامد قوي في الميكرويف، حطيته في الميكرويف حوالي 3 دقايق لحد ما بقت حبات الفول سخنة. ده مهم جدا لنعومة زبدة الفول السوداني. وبعدين فضلت اضرب فيها مرة في التانية في التالتة. في الاول بتبقى حبيبات وبعدين بتبقى ناعمة وبعدين بتبقى كريمية خالص خالص. لو حابين تضيفوا عليها معلقة من عسل النحل هتديها قيمة غذائية اعلى. ولو حابين تسيبوها كده وتعملوا الساندوتش ميكس ما بينها وما بين عسل النحل، بتقعد بقى مدة صلاحية طويلة جدا في التلاجة، مش بتبوظ خالص، و يعني من الحاجات اللي صلاحيتها طويلة جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. قد ايه بسيطة وسهلة وتركتها بس اننا نسخن الفول كويس قوي، ونستخدم كمان مطحنة مناسبة لحجم او كمية الفول اللي هنعملها. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.